أنا سميتي خديجة. هاد الشهر كملت 29 عام. بنت ما زويناش بزاف ولكن مقبولة. هادشي اللي غنعاود لكم وقع فاش كانت عندي 19 عام، ولكن للأسف مازال كنعيشو. كنت الكبيرة في خوتي ولكن ماشي المفضلة، ما كانوش عندي صحابات وما كنتش كنحملهم وما كانت عندي حتى علاقة مع شي دري. كنت منعزلة شوية وديما مضاربة وما كنتش مسوقة لشي حاجة سميتها القراية، ما كنتش كنحملها اصلا. وصلت للكاتريام وانا نخرج، واخا والدي عارضوا الفكره من بعد تقبلوها، ولكن كانت كتجيني شي حاجه سميتها الجنون ولا العالم السفلي، وما كنتش كنخاف زعما بزاف. كنت في واحد الجروب في الفيس كيهضر على الجن، واللي بارطاجا شي حاجه من غير هذا الموضوع كيقودوه منه، وديما فين كيلوح الليان ديال شي موقع كيدوي على الجنون ولا شي حاجه من هذا القبيل، انا الاولى كندخل ليه. ولكن كيف ديما كتكون شي حاجه ديجا شفتها ولا قريتها. حتى لواحد النهار خرجت من الدار كيف ديما، قبل ما نخرج هزيت الباب و100 درهم بلا ما نقولها ليه. طفيت التليفون ومشيت كندور. ماما كتعيط عليا حتى عيات، وبابا كذلك. ناضو كيقلبوا لنكون مخطوفه ولا وقعت ليا شي حاجه خايبه. بيني وبينكم تعمدت ندير هكا باش يردوا ليا البال غير شويه ويتسوقوا ليا. وصلت ديك 8:30 رجعت. مع دخلت للدار لقيت الوالد شاعل كارو حاط تيو ديال البوطه كيتسناني. عرفت راسي قفرتها ولا مخبأ منه. شافني وهو يقصدني بواحد تصرفيقه ونزل عليا بالجهد اللي عطاه الله، وانا كنغوت بحال شي معزه وما درت والو. وبعد مني وربي قال ليك علم البنات ماشي ضربهم، والله تنصفتك الحبس. انا بعدا بغيتها في على هاد الهضره، ما هضرتش، بقى غير كيضرب فيا ساكت. المهم كليت واحد القتله ربانيه، هربت سديت البيت وبردت قلبي في البكا حتى شبعت. نضت غسلت وجهي وجاو تيعيطوا عليا نتعشى. درت راسي ناعسه غتحركوا من حدا الباب، درت التليفون في الشارج، غمضت عيني واحد الساعه تقريبا حتى كنفيق على كونفيرساسيون من الفيس الادمين ديال داك الجروب. لاح فيديو فيه بعض الطرق اللي كتخليك تحضر الجن وتحكم فيهم. الفيديو كان غريب حيت ما كانش فيه لا موسيقى لا هضره، غير كتابه. ما تسوقتش لداك الشيء كتر ما تسوقت لدوك الطلاميس اللي فيه. جاتني ديك الفكره ديال اجي نتحدى راسي ونطبق داك الشيء، وما نبدا حتى 3 الصباح، حيت في ديك الوقيته تيكونوا الجنون شابكين وناشطين. وما نشوفوا الفيديو حتى ديك الوقيته، وبحكم ذكروا حتى الطريقه ديال كيفاش تحكم فيهم تحرك الحقد فيا، وبغيت ننتقم من بابا. واخا كنت نستاهل ديك القتله ودرت علاش، ولكن ما عرفتش علاش. اول ما طاح في بالي هو النيت. شعلت فيا العافيه، كنتسناها وقتها توصل 3 ونبدا، وها هي وصلت. نط فيت الضو وجلست في بلاصتي. خدمت الفيديو كان طويل شويه فيه 10 دقائق، ولكن الدوده اللي فيه خلاتني نشوف غير 3 دقائق الاولى ونخرج. اول حاجه خصني ندير باش نستحضرهم هي نوقف وسط البيت ويكون الظلام ونعاود واحد الكلمه 7 المرات. وقت ما كنبغي نقولها فمي كيعواج، ما كتبغيش تخرج ليا. بقيت معاها حتى نطقتها كامله 7 المرات. كنشوف موقع والو، كنت كنتسنى شي عجاجه ولا الشرجم يتحل ويتخبط، ساعه موقع والو. سخطت في ديك اللحظه وبديت كنسب مع راسي. رجعت لبلاصتي وانا نخرج في فيديو. حطيت التليفون والناس ما بغاش يجيني، قلت اجي صارت ونتسنى الفجر ونصليه. بقيت كنتسنى والو. واش داك الفجر بغا يأذن. بقيت حتى 8 الصباح. واش الفقيه مات ولا انا اللي سماكيت ولا بوق خسر؟ سمعت ماما ناضت وانا نهبط نتبعها. انا قلت ليها ماما علاش الفجر ما أذنش؟ وهي تقول لي واش ما كيتش راه أذن من قبيله. اجي بعدا عندك الوجه باش تهضري معايا على ديك الخلعه د البارح؟ ايوا كون قلت لك لباك ندمتيني على النهار اللي جيت دويت معاك فيه. وصافي الخميس داز، راه الجمعه هادي ما تسخطينيش شانتي وانا نخرج من الكوزينه. ما رديتش البال البلان ديال الفجر اللي ما أذنش. قلت يمكن ما سمعتوش ولا داني الناس. فقت ويحسب ليا راه بقيت فايقه. قال لي واحد الراس اجي عوضيه وصلي مع الظهر. نط جمعت الدار، ماما في الكوزينه كطيب تاني، كنتسنى الظهر ما أذنش. اويلي وصلت 2 ومازال ما أذن. قلتها لماما تاني، قالت لي راه أذن. اويلي راه أذن وانا ما سمعتوش. اول مره في حياتي نخاف بحال هكا. راه ربي هذا. طلعت لبيتي توضيت المشكل الشهاده، ما بغاش تشنطق ليا في الوضوء باش نبدا والو. ما بغاتش، فحال عمرني قريت لساني عواج.
توضيت بلا بيا ومشيت هزيت الصلاية، لبست شديت القبلة وبغيت نبدا نصلي. تخيلوا معايا ما عرفتش، انا بنت 19 عام وما عرفتش تصلي، وحتى القران ما بغاش يتنطق ليا بحال عمرني قريته ولا عرفته. برد ليا الماء في ركابي، ولكن ثبت راسي وقلت يمكن غير نسيت. ونفس البلان وقع ليا، كنعاود نقرا ولكن بحال عمرني عرفته. تخيلوا داك الاحساس. جريت هزيت القران وكنلقى صفحات بيضاء، ما كنشوف والو القران كنشوف بحال شي كتاب خاوي ما فيه والو. صفاريت في وجهي وعرفت بلي اللي درت شي حاجه ماشي هي هذيك. شدتني البكيه وبديت كنترعد، وبحكم علاقتي مع الناس ما زويناش ما لقيت لما نقول. حماري مشى ولا على من نشكي. بقيت مبلوكيه في بلاصتي شي ساعتين وانا عقلي غيطرطق من بلاصتو. شويه وهي دخل عليا ماما بدات كضحك بواحد الطريقه هيستيريا. ما خفتش ولكن تعجبت. قلت لها ما كي كضحكي؟ قالت لي شتي زعمتك فين وصلاتك وهي تخرج وبدات كضحك. حيدت الفولاري وخرجت باش نعاود نسولها، ما لقيتهاش. اويلي كي غدير ماما تهبط بالزربه في هاد الدروج؟ هبطت معيطه لقيتها جالسه في الصاله كتفرج. بغيت ندخل نسولها حتى ضربت في بابا متكي عند رجليها وانا نتفكر داكشي البارح. رجعت للور وجلست في الدروج كنفكر في الصلاه والقران اللي مبغاش يتنطقوا ليا. ها هو بابا تاني جا عندي حتى هو كيضحك ليا مازال غتشوفي العجب. وطلع مع الدروج تبعتو شفتو داخل لبيتي. ملي دخلت ما لقيتوش. اويلي انا شفتو بام عينيا داخل البيت. هبطت ثاني حتى كنلقى بابا مازال متكي حتى ماما. ثم عرفت شي حاجه ماشي نورمال كتوقع ليا، ولكن مازال البلان ديال الصلاه والقران ما بغيت حيد من بالي. ما لقيتش شكون نسول. وصل الليل الماكله ما بغاتش تدوز ليا. طلعت لبيتي بغيت غير نعس. كانت ديك 11 د الليل مازال عاقله. جاني واحد البرد قاصح بحال انا عتا على الثلج. تخطيت مزيان وداتني الغمضه. كنفيق على شي واحد كيحركني كيقول لي وفيقي فيقي. واحد شويه ويحيد ليا داك الغطا. قفزت شعلت الضو ما لقيتش حدايا حد. شفت الساعه لقيتها 3 الصباح وكل عامره عرق بحال خشاوني في الماء وجبدوني. نط للطواليت غسلت وجهي وعقلي مبلوكي. الخرجه باش غنخرج لقيت واحد الخيار كحل وفاخره ما بيناش في الظلام. تخلعتش ولكن بقيت كنقرا القران. ما لقيت ما نقرا. كنحاول نتفكر ولو غير كلمه. والو ربي شاد العذاب. داك الخيال كيقرب ليا وهو يقول لي عرفتي شحال وانا كنتسناك. تكفري شفت حتى عييت في بني ادم ولكن ما شفتش بحالك. انا لحد الان مازال ما دخلش ليا هضرتو لدماغي. كفرتي بواحد طريقه خليتي كاع الجون يبغيو يخدموا معاك. زاد قرب ليا مزيان قال لي لا ما قبلتيش بشروطنا فراك غتعيشي وتعيشي الناس اللي معاك في الجحيم. اول واحد غنبداو به هذاك اللي كنتي باغا تحضرينا على قبلو. عرفتيه ياك؟ هو يتحول وجهه لواحد المنظر خلاني نبول في حوايجي. واقفه وما قادرش نهضر. خرج مع الباب وفي يدو موراه. انا طحت غيبت عينيا محلولين. صباح الصباح دخلت ماما لقاتني هكاك بديت كتغوت. انا سمعتها ولكن ما قادرش نغوت ولا نتحرك بحال تشللت. جا بابا غير شفتو وانا نتفكر داكشي اللي وقع في الليل وعرفت بلا غتوقع لي شي حاجه. هزني وحطني فوق الناموسيه. شفتو مخلوع عليا بحال هكاك. جابوا الماء رشوا عليا. عاد بديت كنحس براسي ورجلي ويدي. واول حاجه درت هي عنقت وكنبكي. ما بغيتش نطلق منه. ما قدرتش ما كرهتش نخبيه في جيبي باش ما يوقع ليه والو. نسيت القتله ونسيت كل شيء. بغيتو غير يبقى بخير. من بعد ما تهدنت لبستني ماما وهي كتسولني مالك. انا ما قدرتش نهضر. ركبنا في الطوموبيل وخلينا اختي مع خويا الصغير. مشينا للكلينيك وقلبني الطبيب. لقى عندي انهيار عصبي الدرجه الثالثه. قال لهم خليوها تبات هاد الليله هنا لا تعاود ليها نفس الحاجه. مشات ماما وبابا يجيبوا لي الحوايج. وصلتني الفرمليه للبيت اللي غنعس فيه. خرجت وسدات الباب. ما هضرتنيش. حسيت بها بحال ما حملاتنيش ولا ما ارتاحتش ليا. خصوصا ان الطبيب قال لي تبقى معايا. ما علينا. تفكرت الهضره ديال داك الزمر اللي وصلني لهاد الحاله. كنحاول نبعد راسي. ديك الفكره ديال انني كفرت قلت يمكن غير بغى يخليني نسيق ونكفر بصح باش يدير فيا ما بغا. وبالله هو اللي ما يخلينيش نسمع الاذان وما نشوفش القران. المهم جاتني هاد الفكره مقنعه واقتنعت بها. ها هو تاني كيبان ليا داك الخيال واقف حدا الحمام اللي في البيت. عرفتو هو بدا كيقرب قال لي كتحاولي تفكري شي شويه من القران باش نبعد عليك. ها راك انتي اللي قلبتي علينا واخا غير عاوناك كنتي وليتي وحده منا. جاتني الحاله وسديت
ودني وبديت كنغوت لربي اللي خلقني وهو كيدور عليا. شفت شي حد كيحل الباب، مشى داك الخيال. ماما اويلي مالك بنتي، بسم الله عليك فين هو الطبيب؟ اويلي يا بنتي غتموت. دخل الطبيب حاول يهدني ولكن والو، حتى دق ليا واحد البرة. بديت كنتهدن شويه بشويه، رجعت فيا النفس ونست. فقت الصباح لقيت ماما مسكينه ناعسه حدايا، وديك الفرمليه كانت واقفه حدا الباب. كانت كدير فيا شي شوفات بحال ما كرهتش تقتلني، غير شافتني فقت وهي تمشي بحالها. عيطت على الطبيب، عبر ليا الطونسيون لقاه هابط، عطاني فيتامينات، قال لي غتزيدي واحد السيمانه هنا عاد غتخرجي. عجبني الحال حيت لقيت راحتي تماك، وقلت على الاقل نرتاح شويه. فاقت ماما حيت بقات سهرانه معايا الليل كامل. دازتني وسولاتني كيف بقيت. قالت لي راه الفاميليا غتبقى تطلع لك مره راها بنت الناس وظريفه، وحتى الغدا ونجي عندك. وخرجات. غير خرجت قلبت على تليفوني ما لقيتوش. خرجت تبعتها قلت ليها تصيفطوا ليا مع اختي. جاوبتني براسها واخا رجعت تلاقيت مع ديك الفرمليه وبدات كتخاصم عليا. قالت ليها بشويه عليك تيكون لك كلينيك ديال باك ولا كتخلصي بيتي من جيبك. السيده تبدل لونها ولات راجعه باللور، دارت بالزربه وبدات كتسربي المشيه. عرفتها شافت شي حاجه درت ما لقيت والو، ولكن عندك نكون انا اللي خلعتها. رجعت للبيت بقيت سامره مع راسي، قفرتها مع ربي ومع عبدو. دازت شي ساعه اختي دخلت مسكينه كتبكي، عطاتني التليفون وقالت لي عافاك اختي ديري ليهم داكشي اللي بغاو. عافاك اختي فما راه شي 17 عام، زعما بعقلها تصور الطريقه اللي كانت كتقول لي بها الهضره بحال شي دريه صغيره. كنقول لها شكون هادو، هي غير كتبكي وتتعاود عافاك اختي ديري ليهم داكشي عافاك اختي. وخرجت بحالها. انا تخلعت عليها، طليت لقيت صاحبها معاها. قلت صافي راه غير رجعها معاها للدار، وكنت متاكده بلي داك ولد الحرام هو اللي خلاها. دخلت الفيس كنقلب على داك الفيديو ما لقيتوش، بحال التمسح. ولا سولت عليه في الفيس كيقول لي راه ما تلاح والو. مشيت عند الادمين سولته، قال لي يا خديجه واش كتهضري من نيتك، طبقتي داكشي اللي شفتي؟ قلت لي عاودت لي اش وقع ليا. قال لي راه بالغلط لاح داك الفيديو، كان جاه من شي افريقي كان صاحبو كان كيحضر الليلات ديال الفودو، هو اللي صايبو ليه. وصاه باش حتى اللي بغى يطبق داكشي يشوف الفيديو كامل باش يكون عنده التحكم الكامل وحصانه لداكشي اللي غيوقع. طلب مني السماحه وبلوكاني وخرجني من الجروب. تلفت ما بقيت عارفه اش ندير، جلست في الارض وجمعت رجليا. بديت كنبكي بحال شي دريه صغيره. دخلت ديك الفرمليه د المرض واحد الراس تيقول لي نوض نحتي عليها بشي قزجه تيخرجوا عينيها، ولكن ثبت راسي. كانت هازه واحد السينيه قالت لي اري يديك وهزي الكم ديالك نضرب لك اليبره باش تهدنوا اعصابك. درت داكشي اللي قالت وانا ما كنشوفش فيها، ما بغيتهاش تشوفني كنبكي. ما عطيت يدي ليها وهي تطلق واحد الغوته خلعتني. واحد شويه تقطع صوتها فودني ولكن شنايفه كيتحركوا. عرفتها كتقرا القران. شفت يدي لقيت ديك النجمه السداسيه بحال حرقني بها شي حد. حتى انا تخلعت. قالت لي علموك وليتي منهم ولا خاصها هي اللي تضرب ديك الابره. تتقول لي بعدي مني الكافر نعت الله وعليك اليوم الدين. كنت عارفه من نهار دخلت ما ارتاحتش ليا. بقات هكاك شي 5 دقايق. تليفوني اللي سكتها كانت ماما كتصوني. حاولت ما نخلعهاش، سولاتني جاوبتها كلشي مزيان. قالت لي الهضره اللي غتشوكيني، وصفتي اختك خلاص راه قربي تحل الليله بنتي، وقولي لي هاتشي على تليفونها بركه من ديك البساله. انا جاوبتها مصدومه، ماما اختي ما كايناش معايا، راه كي عطاتني التليفون مشات. ماما بدات كتغوت ويلي فين غتكون مشات، ويلي واش بغيتو تقتلوني يا ربي منين كينزلوا لينا هاد المحاين. ما عارفاش باللي انا هي السبب لهم. قطعت وبديت كنصوني الى اختي والو التليفون طافي. الفرمليه غير كتشوف. بديت كنضرب فراسي ونتف شعري وندب. هزيت البرا كنخشيها بديك النجمه حتى تخسرت يدي ولات كلها محلوله. الفرمليه بقيت فيها، عنقتني وقالت لي تهدني عاودي ليا نقد نعاونك لوجه الله. قلت لها عاونيني نشوف اختي. لبست وخرجتني مسكينه في نص الليل. كنقلبوا اللي دزنا من حتى والو حتى كيصوني التليفون كنلقى صاحبها. قال لي انا عييت ونصوني لاختك ياك لاباس ياك ما كاين باس. قلت لي ياك كنتي معاها. قال لي راه انا اللي خاص نسولك. قال لي انا في مدينه اخرى شي يومين ما كنهضر معاها بالخدمه واش هي بخير. قلت لي لا كنتي كتبغيها هبط قلب عليها راه غبرات. قطعت وخليته حتى هو هابل. جلست وسط الشانطي وكنقول يا ربي حن فيا.
يا ربي راه غلطت وانت الرحيم وكتغفر. جوج الصباح كنغوت ماما هابله وبابا غادي يخرج عقلو، ما خلاو فين يقلبوا عليها. نط مسحت دموعي ومشيت جريت معاه هي ديك الفرمليه، كان باين فيها خايفه مني. دخلت لواحد الجرده وجلست. جا العساس تيقول لي خرجي، قلت ليه لا بغيت تموت خرجني. مشى كيجري جلست ديك الفرمليه حدايا وشنيفه كيتحركوا. عرفتها كتقرا القران، شفت داك الخيال مقابل معايا. قلت ليها بعدي وخرجي تسنايني برا. قرب وجلس حدايا قال لي علاش كتصعبي الامور، راه كلشي ولا بين يدينا، وحتى انتي غير بغيناك تكون الوسيط ديالنا عند بني ادم. انا فين هو اختي؟ وهو يقول لي واش تقبلي الشروط؟ قلت له قول لي فين هي اختي. قال لي اخر مره واش تقبلي؟ قلت له عافاك اختي. مشى داك الخيال، ما بقى بان في ديك الليله كامله وحنا غير كنقلبوا. ماما وبابا ما خلاو سبيطارات، الكوميساريات دازت الايام، اختي ما لقيناهاش. بابا تشلل حيت كانت عزيزه عليه بزاف. ماما عمات بالبكا وانا مازال كل ليله كنفيق عرقانه ومخلوعه، وداك الخيال واقف عند رجلي. ولفت ولا كيجيني عادي. ديك الفرمليه قالوا الناس بلي تصدعت ولات كتدخل وتخرج في الهضره وتشوف شي حوايج ما كيتشافوش. انا متيقه حيت بحالها انبني ضميري، وجمعت ماما وبابا وعاودت ليهم كل شيء من الف حتى للزروطه. بقاو كينلعنوا فيا ويعايروني، وبابا جاتو كريز ومات في ديك الساعه. ماما جرات وسخطات عليا وبدلات المدينه هي وخويا. بقيت بوحدي في هاد الدار، كنشوف ديما واحد جوج خيالات كحلين كيصاوبي ليا الحبل ويقولوا لي ها فين غتزهق روحك. تكرفست وما بقيتش كنخرج، الناس ولاو كيخافوا مني، حتى حد ما كيسول فيا. بقيت بوحدي لدرجه وليت كنبقى نهضر مع داك الخيال الخايب اللي هو سببي في هذا الشيء، وديما كيجيب لي الاخبار بحال من نهار مات ماما دارت تحسين لراسها هي وخويا، وباللي خويا ديما هو الاول، وماما تشافت من عينيها ولات كتشوف شويه، وباللي مازال ساخطه عليا. سولته حتى على المعنى ديال ديك الكلمه اللي قلت 7 المرات. قال لي بلي كنت كنسب الله اعوذ بالله، ولكن فيما كنسولو على اختي كيغبر كيعاود شيبان. دازت 8 سنين على هاد الشيء، ولفت حتى ريحة خنزي وكنستاهل هاد الشيء كامل. ولكن بعض المرات كنتخيل كيفاش كانت غتكون حياتي كون ما جربتش هاد الشيء، وكنتسنى بفارغ الصبر الموت الطبيعية. ما بغيتش نتظاهر ونموت معذبة اكثر من هكا. العبرة البنات الزوينات ماشي اي حاجه شفتوها في مواقع التواصل الاجتماعي تطبقوها، خصوصا البنات اللي كيعجبهم هادشي ديال الجنون. راه هادشي ما فيهش اللعب. شوفوا غير كلمه ما فهمتش المعنى ديالها اش دارت فيا.